فتحي عبد الوهاب لو كان ضرب الفنانة دينا بجد في مسلسل الطوفان كانت بطلت رقص. ده كلامه في برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي لما اتكلم عن مشاهد العنف في المسلسلات، واللي طبعا كان آخرها شخصية حمادة كشري اللي قدمها في ظلم المستوى رمضان اللي فات، لما ضرب مراته ضرب جامد جدا جدا. سبب طبعا في المشهد المشهور بتاع عينيها المقفولة، طبعا الفنانة ريهام عبد الغفور. قال ان هو بيرفض تماما العنف في حياته، وكمان بيرفضه في الاعمال الفنية، وده طبعا غلط منه، وان هو اخد جلسات طويلة مع المخرج هاني خليفة وقت تحضير المشهد ده، وان هو كان رافض تماما ان هو يضربها، لدرجة ان هو المخرج هزر معاه وقال له ايه، تحب نجيب دوبلير يضربها بدالك؟ فهو بيرفض تماما الموضوع ده، وان هو المشهد ده اثر عليه نفسيا جامد قوي.